السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حصاد الأسبوع. نتكلم فيها عن اللي حصل في السبت الممتاز، أول ماتش لابننا مرموش، رقم قياسي جديد لابننا محمد صلاح، حاجات كتير قوي. يلا بينا. أول ماتش لعمر مرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. الراجل لسه جاي من يومين، جوارديولا بيلعبه أساسي. مفيش احلى من كده. هو طبعا على راي الكابتن محمد ابو تريكه هو ده جنون من جوارديولا، ان انت الراجل لسه جاي لك من يومين، لسه ما تاقلمش مع الفرقه، لسه ما شفتوش، لسه ما فهمش نظامك وبتنزله اساسي. بس في نفس الوقت دي حاجه ايجابيه جدا لعمر مرموش، ان الراجل واثق فيه، ان الراجل جايبه نجم، الراجل مش جايبه بيجربه، الراجل جايبه فعلا هو منقذ الموسم مانشستر سيتي. حاجه ايجابيه جدا ان هو بدا. عمر مرموش كان كويس جدا طول الماتش، عمر مرموش تحركاته كانت كويسه جدا طول الماتش. عمر مرموش كان بيقطع في ظهر المدافعين تحركات بجد كويسه جدا. حتى جوارديولا نفسه في المؤتمر الصحفي طلع يتكلم ان الراجل اتحرك شويه تحركات كويسه جدا، بس لعيبه نص الملعب هي اللي ما كانتش شايفاه، وهي اللي ما ادتلوش الكور اللي كان ممكن تغير نتيجه الماتش تماما من الشوط الاول. ده عمر مرموش الشوط الثاني اتأيد شويه، تحس ان هو دخل اوضه اللبس جوارديولا اداله كلمتين كده ايده. بس الراجل بدايه ممتازه، بدايه موفقه. الراجل جاب جون اتلغى بسبب الاوفسايد صحيح، بس احنا عايزينه ياخد باله من حته الاوفسايد دي شويه، عشان كذا كوره وقع في الاوفسايد هو ما بيركزش. بس الراجل نازل قلبه جامد، مش خايف، مش متوتر. مفيش رهبه ان هو بيلعب مع النجوم دي كلها، مفيش رهبه الفرقه الجديده، مفيش رهبه السيتي الدوري الانجليزي. راجل واثق في نفسه، نازل ان هو نجم يا باشا، انا مش فارقه معايا، بيأدي اكنه بيلعب في الفرقه بقاله 100 سنه. وماتش عن ماتش عمر هيعلى جدا وهيبقى نجم كبير جدا في مانشستر سيتي، انا متاكد من تالقه. بس الاقرع هيفضل يلعبه، هي دي اهم حاجه، ان الاقرع هيفضل يلعبه اساسي ما يركنوش. الماتش الجاي في الشامبيونز ليج مش هيقدر يلعبه، وهو مش هيقدر يلعب لان مفيش امكانيه ان هو يأيده في الشامبيونز ليج لحد ما دور المجموعات يخلص. فالماتش الجاي قدام كلوب بروج اللي هو يعتبر نهائي عشان مانشستر سيتي تقدر تتأهل من تاني 16 وتلعب الملحق. عمر مرموش هيريح، فده معناه ان بنسبه كبيره قوي الماتش الجاي في الدوري هيبدأ بيه اساسي. اتمنى ان هو الماتش اللي جاي واللي بعده واللي بعده ماتش عن ماتش يفرق، ماتش عن ماتش يهدف، ماتش عن ماتش يساهم، ماتش عن ماتش يبقى احسن، لحد ما نشوف مرموش نجم السيتي زي ما بنشوف صلاح نجم ليفربول. الهايلايت الثاني او الحاجه الكبيره الثانيه في ماتش مانشستر سيتي اللي حصلت هو المدافع الاوزبكستاني خوسانوف. خوسانوف مدافع عنده 20 سنه، اوزبكستاني، راجل اسمه عبد القادر خوسانوف، لسه جايبينه. الراجل نزل علشان جون ستونز لسه راجع من اصابه، وجوارديولا حب يريحه يديله في الشوط الثاني بس عشان يستعد بيه لماتش كلوب بروج، فاضطر ان هو يلعب بعبد القادر خوسانوف، اللي للاسف في اول 3 دقائق غلط غلطه مصيبه اللي جه منها الجون الاول لتشيلسي. كوره بدماغه حطها وحشه قوي، نيكلاس جاكسون لقى الكوره قدامه حطها بالعرض المدويكي اللي حطها جون وهو بيقع، فكانت غلطه هزته هزه جامده قوي. تاني كوره على طول بعدها بدقيقه الراجل تدخل تدخل قوي جدا على كول بالمر، خد فيه انذار وكاد ان يطرد بسبب هذا التدخل اصلا. فمن بعد التدخل ده وعبد القادر خوسانوف يا جماعه، هو الراجل حاول يكتم جواه، الراجل يعني حاول ان هو ما يبينش توتره وما يبينش خوفه، بس بجد رعشته، خوفه، شفايفه اللي كانت بتلعب، عينه اللي كانت بتدمع تخليه يصعب على اي حد. في الاخر عيل صغير يا جماعه، لسه عنده 19 ولا 20 سنه. التوتر والرعب اللي هو كان فيه يعني بجد كانت حاجه تزعل. بس احترم جوارديولا جدا في التصريح اللي طلع قاله ان هو لسه صغير، ان هو ما خرجوش بسبب الغلطه اللي هو غلطها، هو راجل خرجه عشان يدي جون ستونز شويه، عشان جون ستونز هو اللي هيشارك في الشامبيونز ليج، وان هو عادي ان هو يغلط، مفيش مشكله، لعيبه كتير بتغلط، الراجل لسه ما بيتكلمش انجليزي، الراجل لسه ما تاقلمش، الراجل لسه سنه صغير ولسه قدامه كتير، وان النادي اللعيبه والجهاز كله في ظهره. فده كان تصريح محترم جدا من جوارديولا. والاحسن من جمهور مانشستر سيتي ان هم فضلوا يندهوا على اسمه وفضلوا يسقفوا له وما حسسوهوش بالغلطه اللي هو عملها. ويمكن النتيجه الايجابيه اللي خرجت بيها مانشستر سيتي هي اللي برضه ما حسستش الناس بقوه الغلطه اللي هو عملها. مانشستر سيتي خرجت كسبانه 3-1. تشيلسي مصيبه طبعا، احنا كلنا عمالين نتكلم عن السيتي عشان ابننا عمر مرموش، بس تشيلسي بجد سيئه. ماريسكا بيقدم اسوأ نسخ تشيلسي. تشيلسي بعد ما كانت في المركز الثاني عماله تنزل ثالث رابع خامس سادس، تشيلسي بتروح في داهيه. لعيبه يعني نيكولاس جاكسون ده والله لو جاب 200 جون يا جدعان والله ما ينفع مهاجم، والله مروان محسن احسن منه، مش كده يعني. لعيب سيء تشيلسي بجد مع ماريسكا. النص الثاني من السيزون بتقدم نسخه سيئه جدا 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 جدا، غير النسخه تماما اللي كنا شايفينها في النص الاول اللي الكل كان بيقول تشيلسي يعني هتبقى عنصر من عناصر المنافسه في الدوري الانجليزي.
بس للاسف مش ده اللي بيحصل. ماريسكا بيقع، تشيلسي بتقع، مانشستر سيتي استغلت ده رغم ان مانشستر سيتي ما كانتش احسن حاجه. مانشستر سيتي عندها مشكله كبيره قوي في نص الملعب الدفاعي بعد غياب رودري، جوندوجان، كوفازيتش ما بيقضوش الدور ده تماما. جوندوجان وكوفازيتش الميزه او الحسنه الوحيده اللي عملوها او اللي بان امبارح في التاكتكس بتاعت جوارديولا ان دايما مرموش وهالاند بينزلوا لتحت يسحبوا المدافعين معاهم. ماتياس نونيز وجافارديول الباك اليمين والباك الشمال بيقطعوا لجوه على ال 18، الدنيا بتبقى فاضيه لهم بسبب هالاند ومرموش اللي نزلوا سحبوا المدافعين. ونص الملعب اللي هو جوندوجان وكوفازيتش دايما بيلعبوا لهم الكور الطويله، وده اللي جه منه الجون الاول لمانشستر سيتي عن طريق جافارديول اللي كلنا افتكرناه مرموش اصلا. الجون الثاني لمانشستر سيتي عن طريق هالاند غلطة شنيعة من سانشيز بتكررها كتير جدا. الراجل طالع غلط، الراجل واقف، الراجل مش عارف امتى يطلع يضغط يرجع، مش فاهم اي حاجة، والله الراجل ما فاهم اي حاجة. هالاند بيحط الجون الثاني وفي الاخر هالاند بيحط اسيست عالمي لفودن عشان يجيب الجون الثالث. كنت اتمنى ان عمر مرموش ما يخرجش في الدقيقة 75 زي ما هو خرج، لان بعد الجون الثاني دفاع تشيلسي فتح ومساحات كانت كبيرة جدا، وده اللي حصل لما هالاند حط ثرو لفودن في وسط المساحة. الراجل طلع انفراد على الجون، ومرموش هي دي لعبته، هي دي ميزته ان هو بيعرف يخترق المساحات كويس جدا، بيعرف يلعب على الهجمات المرتده، بيعرف يلعب مع الدفاع المتقدم، بيعرف يلعب في المساحات. وللاسف هو ما لقاش دوت في الفتره اللي لعب فيها، والكلام ده كله ظهر بعد ما خرج. فكنت اتمنى ان هو يكمل ال 90 دقيقه، كانت هتفرق معاه قوي. الربع ساعه دي كان ممكن يسجل فيها جون ولا حاجه. بس ان شاء الله الجايات اكتر من الرايحات. والماتش خلص 3-1 لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي طلعت للمركز الرابع، اخيرا بدات تفوق تاني. اتمنى ان هي تكمل على المسيره دي. في شويه مشاعر متضاربه وغريبه جوه الواحد، واحد فرحان بفوز مانشستر سيتي وبيزقطط مع كل جون بيجي عشان خاطر مرموش بعد ما كانت من اكتر الفرق اللي الواحد بيكرهها. بس يعني هي الدنيا كده، يعني بنعمل حاجات كتير قوي والله عشان خاطر ولادنا المصريين بره. الماتش التاني معانا هو ماتش ليفربول وابسويتش تاون اللي خلص 4-1 ليفربول. يعني الماتش ده ما فيهوش حاجات كتير نتكلم عليها غير الفرق الشاسع ما بين ليفربول وابسويتش تاون في الدور الثاني والدور الاول. الدور الاول كسبوا بالعافيه جدا، كانت التدخلات دايما لصالح ابسويتش تاون، لعيبه ابسويتش تاون كانت جامده على لعيبه ليفربول. الدور الثاني كلام تاني. امبارح نص ملعب ليفربول مسيطر سيطره تامه، سواء في تدخلات، سواء في استحواذ، سواء في كرات قصيره، سواء في كرات طويله، سواء في عمق الملعب، سواء في اطراف الملعب. ليفربول كان مستحوذ استحواذ كامل. ليفربول كان يقدر يخلص الماتش ده 6-7 لو عايز، بس هم اللي هدوا الريتم شويه بعد ما جابوا الجون الثالث. محمد صلاح بيكسر رقم تيري هنري. محمد صلاح كل شويه بيكسر ارقام قياسيه، ويا جماعه اتعودوا على كده عشان محمد صلاح خلاص دخل في الزون دي. انت بتتكلم في الزون اللي هو انت سادس هداف، سابع هداف تاريخي، الفرق ما بين كل واحد والتاني بيبقى 10 تجوان. فانت هتلاقي كل كام ماتش محمد صلاح بيكسر رقم تاريخي، سواء في دوري ابطال اوروبا او في الدوري الانجليزي او في ليفربول نفسها. محمد صلاح عودنا ان احنا نرفع سقف طموحاتنا، عشان كده الناس كلها شايفه ان مرموش هيبقى حاجه كبيره قوي. محمد صلاح فعلا عمل اللي ما بيتعملش في اوروبا. محمد صلاح قصة ستخلد في التاريخ لكل مصري، قصة هنفضل نحكيها لأولادنا كلنا عن لعيب مصري وصل إن هو يبقى أحسن لعيب في العالم. أتمنى بجد من إدارة ليفربول إن هي تقدر تقفل ملف التجديد بتاع محمد صلاح، علشان محمد صلاح محتاج له موسمين ثلاثة كمان. محمد صلاح في تصريح قبل كده قال أنا أتمنى إن أنهي مسيرتي في ليفربول. فأتمنى فعلا إن إدارة ليفربول تقدر قيمة محمد صلاح، إدارة ليفربول تقدر أهمية محمد صلاح في النادي وفي المشروع بتاع ليفربول. خد بالك محمد صلاح وفان دايك وارنولد لو مشوا، ارني سلوت هيلاقي نفسه الفرقه عوامدها بتفضى، هيبدا بقى يبني من اول وجديد. وما اظنش ان دي حاجه اداره او جمهور ليفربول عاوزها لفرقه بتنافس على تشامبيونز ليج وفرقه بتنافس على دوري. المفروض ان هم عايزين ينافسوا كل سيزون، ما يبقاش السيزون ده بس. فاتمنى ان احنا نشوف محمد صلاح بيجدد عقده مع ليفربول ويكمل لموسمين او 3 مواسم كمان ان شاء الله، وبيحطم ارقام قياسيه اكتر بكتير. الماتش الاخير معانا هو ماتش الارسنال وولفرهامبتون اللي خلص بفوز الارسنال في ماتش كان صعب قوي، بجد كان صعب قوي. ارسنال اتطرد منه اللعيب سكيلي في الشوط الاول بسبب تدخل، هو تدخل عنيف شويه، ولكن انا شايف ان الطرد كان مبالغ فيه، لان في الاول وفي الاخر التدخل ده كان على حدود منطقه جزاء وولفرهامبتون، ما هوش في نص الملعب بتاع ارسنال، ما هوش انفراد عشان يبقى طرد مباشر. وبالمناسبه اللعيب بتاع وولفز جواو جوميز تقريبا اللي اتطرد في الشوط الثاني، يعني تقريبا الكوره مشابهه، بس الراجل خد انذار تاني في طرد، ما خدش طرد مباشر. فعشان كده شايف ان الطرد كان مبالغ فيه. الماتش كان ممكن يكمل من غير الطرد ده، لان الطرد ده كان ممكن يغير نتيجه الماتش. بس غريبه جدا ان انا بشوف ارتيتا ولاعيبه ارسنال مطرود منهم لعيب
بيلعبوا 10 قدام 11 وهم اللي نازلين الشوط الثاني، هم اللي بيضغطوا، هم اللي بيهاجموا، هم اللي ماسكين الكوره رغم النقص العددي، هم اللي بيحاولوا وبيدوسوا على ولفرهامبتون علشان يكسبوا. ودي حاجه غريبه جدا، الروح دي الواحد ما شافهاش في لعيبه ارسنال من زمان جدا قوي بقى. بس حاجه فرحت الواحد، ارسنال قدرت ان هي تخطف الثلاث نقط علشان تحافظ على مركزها الثاني ورا ليفربول ب6 نقط. بس ليفربول لسه باقي لها ماتش مؤجل، لو كسبته الاسبوع الجاي ممكن توسع الفرق ل9 نقط بدل ما هو 6 نقط، خصوصا بعد ما نوتنجهام اترزعت 5 من بورنموث، فارسنال بقت في المركز الثاني لوحدها تماما، ما بقاش ليها منافس. بعد ما الاسبوع اللي فات كانت نوتنجهام وارسنال نفس النقاط، دلوقتي ارسنال فرقت ب3 نقط بعد ما نوتنجهام اتغلبت. نقطة بس بسيطة كده اهوت في لعيبة ارسنال، الواد اللي اسمه نوانييري ده لعيب جامد قوي يا جماعة، بجد لعيب جامد قوي، لعيب بيعمل كل حاجة في الكورة. بس انا مش عارف هو ليه ارتيتا بيلعبه مكان اوديجارد رغم ان اوديجارد موجود، يعني ما تلعبه مكان ساكا وتلاعب اوديجارد. انا مش فاهم الفكره. الواد خطير جدا ناحيه الجناح، هو في نص الملعب كويس جدا على فكره، بس ناحيه الجناح اخطر بكتير. فانت ليه ما بتستغلوش في الحته دي، خصوصا ان انت نجم الفرقه عندك مصاب؟ يعني دي علامه استفهام بالنسبه لي كده هوت على طريقه لعب ارتيتا وتشكيلته. مش عارف ايه اللي في دماغه، ومش عارف ايه قصده، ومش عارف ايه سببه. بس يعني في الاول وفي الاخر هو ادرى، يعني هو ادرى بلعيبته. كاليفيوري بيحط الارسنال جون حلو قوي 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 قوي، وكاي هافرتس بيتقمص دور المدافع في الكرة دي وكان هيطلع الكرة من الشبكة، بس الحمد لله ان هي دخلت. كاليفيوري بيفنش الكرة بجد احسن من خط هجوم ارسنال كله بقى، سواء مارتينيلي هافرتس او لو ستيرلينج بيلعب ايا كان، لعيبه اقسم بالله كسر. وزي ما قلنا قبل كده خط هجوم ارسنال ما فيهوش غير اللي هو تروسار له ما له عليه ما عليه، يعني شغال. غير كده خط هجوم ارسنال ملط ابيض، وبجد محتاجين فوره في الخط دوت. مش عارف يعني خط هجوم، وبنسمع راحوا جابوا زوبيميندي اللي لسه يلعب معاهم الموسم الجاي اللي هو نص ملعب دفاعي. طب انت ايه يا معلم، انت مش واخد بالك من النص اللي قدام ده؟ يعني الميركاتو الشتوي خلاص بيخلص وما شفناش اي صفقه يعني تقوي هجوم ارسنال علشان تخليهم يرجعوا للمنافسه تاني في الدوري الانجليزي، او تخليهم يكملوا في المنافسه في الشامبيونز ليج. فدي برضو علامه استفهام كبيره قوي من اداره الارسنال. اداره ليفربول والارسنال بجد اداروا الميركاتو الشتوي وملفات التجديد في ليفربول اداره سيئه جدا، وده انا شايف ان هو هيأثر بشكل كبير قوي على النص الثاني من الموسم. ارسنال هتبعد جدا عن المنافسه، ارسنال هتخرج من الشامبيونز ليج، ليفربول ممكن خلاص بنسبه كبيره الدوري بتاعها هي بتبعد، الا لو بدات تقع والسيتي رجعت فائت تاني. ما تقوليش ارسنال، ارسنال بعيد تماما عن المنافسه، والوحيد اللي ممكن يجيب ليفربول هي السيتي لو فائت. لكن في الشامبيونز ليج رغم العلامه الكامله اللي ليفربول واخداها، بس انا بقول لك لو ملفات التجديد دي ما اتقفلتش ليفربول هتقع وهتخرج من الشامبيونز ليج، وقريب مش بعيد هتخرج في دور ال 16 ولا في دور الثمان، مجرد ما تلاعب فرقه كبيره هتخرج. فاتمنى من اداره ليفربول ان هي تقفل الملفات دي، علشان زي ما قلنا قبل كده عايزين نشوف صلاح السنه دي بياخد الدوري وبياخد الشامبيونز ليج، وان شاء الله على اخر السنه نلاقيه بيتوج باحسن لعيب في العالم والبالون دور. لحد هنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، فضلا وليس امرا انزل اعمل لايك وشير، وقول لي ايه رايك في اول ماتش واول بدايه لعمر مرموش، وايه رايك في محمد صلاح والارقام القياسيه اللي بيكسرها كل ماتش. ويا ريت يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه ادخل بسرعه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديده. لحد الفيديو الجاي والاسبوع الجاي استودعكم الله. تشاو.